مرحبا، رح نحضر اليوم أطيب وصفة صدور دجاج بالبشاميل، طعمها ولا أروع. نحتاج 400 جرام من صدور الدجاج، بقطعهم لقطع صغيرة. بضيف لهم ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، فصين توم مهروسين، ملعقتين كبار لبن، ملعقة كبيرة معجون طماطم، وبحركهم لتمتزج المكونات مع بعض. بتركهم ساعة بالبراد. بمقلاية على نار متوسطة بضيف ملعقتين كبار زيت زيتون، وبضيف الدجاج، بحركهم وبتركهم ليستووا. لتحضير البشاميل نضيف ملعقتين كبار زبدة، ملعقة كبيرة طحين، بحركهم وبضيف لهم 300 ملي حليب، نصف ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل أسود. نستمر بالتحريك ليتقل القوام، وبيكون البشاميل معنا جاهز. ننقل الدجاج لصينية الفرن، بضيف له البشاميل وجبنة قش أوان، وبدخلهم الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق. وهيك بتكون وصفتنا جاهزة. جربوها وألف صحة وهنا.